أنا سعيد جدا جدا إن إحنا متجمعين وشفت ناس من أحبابنا كلهم موجودين للمرة الثانية. السنة اللي فاتت قعدنا مع بعضنا وقضينا يومين مع بعض جمال جدا بحضور جميع اللاعبين والخدام اللي كانوا موجودين، كان ربنا يديهم طول العمر. وكانت حفلة جميلة جدا، وكان معانا كابتن مدحت رؤوس الكابتن بتاعنا والحبوب بتاعنا كلنا. يسعدني وجودكم جميعا على ارض بورسعيد. بشكر قناه النهار وبشكر الاستاذ طارق رضوان، وانا اتمنى ان احنا نتكاتف كلنا مع بعض وننهض بالنادي المصري، ومش هنقدر نمشي واحد لوحده ويمشي النادي ويقوم بالامور كلها. لابد ان كل واحد قادر ان هو يعمل حاجه في بورسعيد يحط ايده في ايد الثاني عشان نوصل بالنادي المصري لمركزه اللي يليق به. النادي المصري قيمه وقامه بالنسبه لنا، ويكفي ان هو داخل عليه كلمه المصري. احنا كلنا حتى في بلاد الغربه بنفتخر بكلمه انا مصري، فما ينفعش اكون انا مصري وبعدين النادي المصري بتاعي واسيبه واقف اتفرج. لازم اقف واحط ايدي في ايد الناس اللي موجوده بحيث ان احنا ننجح ونتقدم خطوات للقدام. تحياتي واعزازي وشكري وتقديري لكل من حضر وشاركنا في هذه الليله الجميله، ليله المئويه الهجريه للنادي المصري، ونتمنى ان احنا نكون على لقاء دائم باذن الله، مع تمنياتي لكم جميعا بالتوفيق. واشكر الاستاذ طارق مره ثانيه على وجود الاخوه الاعلاميين كلهم، مع خالص تحياتي لكم. شكرا للجميع.